منورنا يا دكتور علي في اسكندرية. حبيبتي، ده منورة بأهلها على رأي يوسف شاهين. طيب ايه رأيك بقى في البحر كده واحنا في شهر يناير؟ جميل أوي والله، أنا نفسي أنزل. امبارح. أنا بنزل في الشتاء على فكرة. تمام، امبارح كانوا بيسألوا حضرتك عن الصورة في فيلم تيمور شفيقة شفيقة ومتولي. ومتولي. طبعا الصورة دي بداية تفكير في الصورة في تكوين السيناريو. السيناريو موجود فيه إيه؟ المشهد اللي بيتعمل بيكون من أربع حاجات أساسية: الفعل، حركة، فعل، حركة المهمة، تمام. جملة الحوار المهمة، رد الفعل بتاع الشخصيات المهمة على جملة أو على حركة. تمام. أي عنصر آخر بقى في المشهد مهم، يعني إيه؟ السكينة، المسدس، الساعة، كده يعني. فدي العناصر الأساسية اللي بنحاول نعمل بيها بنكون بيها المشهد. المشهد ده بيكون من أداء الممثلين، الديكور، الإكسسوار، خلق الجو العام المناسب. دي أهم حاجة للمخرج، إزاي يقدر يعمل الجو العام الأقرب إلى الواقع وإلى الحياة، يعني عشان يبقى الناس تصدق الجو المحيط الآن. ده شيء مهم جدا. وبعدين ما إن الواحد ما يحطش حاجة زيادة عن الحاجات المهمة اللي أنا قلتها دي، الأربع حاجات دول. لأن تمام. أي حاجة زيادة هتشتت انتباه المشاهد. طيب عندي سؤال لحضرتك. حضرتك طبعا تلميذ المخرج الكبير يوسف شاهين. طيب حضرتك بتتفق ايه النقط اللي بتتفق فيها مع استاذك والنقط اللي بتختلف فيها مع استاذك؟ يعني أستاذي طبعا أنا أستاذ يوسف شاهين علمني في المعهد، وبعدين أنا اشتغلت معاه مساعد لمدة لعدة أعمال، واتعلمت منه كتير. يعني هقول لك على موقف. اتفضل. كنا بنصور في فيلم، وبعدين في مشهد نظبط الكاميرا، يعني هنبتدي نظبط الكاميرا عشان نعمل المشهد. جاله تليفون وزير الثقافة عايزه، فقال لي انا هروح للوزير، اعمل انت الشوت عبال ما اجي. كان لسه في شوطات تانية يعني. فانا ظبطت الشوت وعملت بيه بروفا وبتاع واستنيت. فجه ما لقاني ما صورتش. قال لي ما صورتش ليه؟ قلت له انت علمتني ان لازم المخرج يكون موجود. اه. قال لي انا واثق فيك. قلت له لا، ما فيش حاجه اسمها واثق فيا، انت ليك وجهات نظر، ممكن تفصيله صغيره تغير، يعني ما ينفعش. فقال لي طيب، وصور هو بقى. ف وهو عارف، وانا عملت اللي هو في دماغه، طبعا، لان انا بالخبره خلاص فهمت طريقه التفكير. كنا بنختلف في حاجات بقى، زي ايه يا استاذ؟ زي مثلا برنامج العمل. اه. هنصور ايه في البرنامج، يعني يوم كذا هنصور ايه. فانا كنت بدرس السيناريو كمساعد، وعارف هو طاقته كام شوت، كام لقطه في اليوم. ايوه ايوه. فكنت برتب البرنامج على هذا الاساس. فكان يجي يقول لي لا، ما ده قليل، حط كمان. أقول له لا، مش هحط. يقول له بقى انا بقول له انت مش مسؤول عن البرنامج، انا اللي مسؤول عن البرنامج. ايوه ايوه. انا اللي مسؤول ان انا انفذ البرنامج بقى مظبوط. فما تحطليش حاجات تلخبطني يعني. فكان بيرضخ، يعني بيسمع الكلام، يعني كده يعني. طيب في سؤال اتسأل لحضرتك امبارح، هو رأيك في مسلسل السندريلا اه والدور اللي عمله يوسف الشريف، كان بيقوم بدور حضرتك يعني فرأيك ايه في المسلسل؟
كويس، مسلسل ما يعني ما تسلية زي المسلسلات اللي بتتعمل، لكن هو عمل أنا رأيي إن هو تجانبه الصواب. تمام. عشان زي ما قلت أنا برضو إن إحنا بنتكلم عن قيمة فنية مهمة في مصر، ما ينفعش أتناول الموضوع بهذه السطحية. تمام. يعني أنا عايز أعرف الجهد الإنساني بتاع البنت البسيطة الصغيرة اللي مش عارفين اللي بقت نجمة على الوطن العربي كله. الله يرحمه يا رب. ده عملت مجهود كبير يعني. اكيد. طيب ما هنا أقيم هذا المجهود الإنساني أساسا. رحلة نجاح من بداية طفلة لغاية لما بقت نجمة. ايوه. ونجمة مهمة يعني. مشوار. وضحت بكل حاجة في حياتها عشان خاطر الشغل. ايوه. يعني ف ولم تنبهر بالنجومية، ولم تنبهر بالنجاح، ولا كانت في ذهنها ان هي تركب عربية فارهة ولا تركب تقعد عايشة في شقة صغيرة. هي موهوبة. وبتحب الفن. طب انا بقى الانسان ده، ايوه، القيمة دي ما قدمهاش للناس كنموذج. اتكلم على اتجوز واتطلق وعمل وبتاع الهبل اللي هم عاملينه ده. ده رأيي يعني. طب لو حضرتك حابب مثلا تعمل عمل عن اسكندرية دلوقتي. عن ايه؟ عن اسكندرية. اسكندرية؟ رؤيتك ايه مثلا؟ يعني حضرتك هتتناولها من أي منظور؟ انا كان في عمل كنت لسه بتكلم مع الاستاذ سامي حلمي امبارح. ايوه. ان انا كنت بحضر مشروع مسلسل. انا والله يرحمه محمود الجندي. ايوه. عن سلامة حجازي. تمام. سلامة حجازي اسكندراني. ايوه. وهو عمل يعني طفرة في الموسيقى وفي الأداء الأوبريت والحاجات دي. جميل. دي شخصية اسكندرانية مهمة يعني حضرتك يعني بتشوف، لا تقل عن سيد درويش. يعني حضرتك بتشوف اسكندرية بعيون فنانينها، صح كده؟ لا يعني جميل ان انا ادخل في التاريخ. سلامة حجازي هيبقى تاريخ. ايوه. والتاريخ في الواقع بتاع اسكندريه وبحر اسكندريه والصيادين وبتاع، ما هو كان ابوه صياد. تمام. يعني فيعني كان هيبقى حاجه بتبين اسكندريه وبتبين شخصيه اسكندريه وازاي نجحت وبقت لها مدرسه في الموسيقى وفي الاوبرا. حضرتك في الاساس اسكندراني حضرتك، صح؟ لا يعني ما انا مش اسكندراني، لكن امي كانت اسكندرانيه. بس حضرتك محب الاسكندريه يعني. انا بحب البحر. انا لما يكون في موضوع بفكر فيه انا بحب دايما، كنت اجي اسكندريه في الشتاء. تمام. احلى من الصيف بالنسبه لي. ايوه. عشان امشي على شط البحر لوحدي، امشي وافكر. لما وانت بتبصي للبحر وبتفكري بيحصل نوع من كده ايه تداعي للافكار وبتاع، ده حاجه جميله خالص. ايوه. تلاقي فجاه كده الذهن منور، لا الحاجه اللي انا بيدور عليها. فانا كنت احب دايما اشتغل وانا في اسكندريه، فكنت اجيب الشغل بتاعي واقعد اشتغل في اسكندريه. تمام. كنت عايز اسال حضرتك عن الفنان رشدي اباظه. الفنان رشدي أباظة الله يرحمه. الله يرحمه. كان حواليه يعني كلام كتير ان هو كان عصبي ويعني كان راجل جميل جدا، كان صديقي وكنت اعتز بهذه الصداقه يعني. يعني الكلام اللي بنسمعه ده كله ان هو عصبي جدا